ردة فعل هستيرية من نسليهان أتاغول بعد طرح سؤال عن خيانة زوجها لها. قامت الممثلة التركية والنجمة الشهيرة نسليهان أتاغول بردة فعل صادمة بعد سؤالها عن خيانة زوجها الفنان التركي قادير دوغلو لها. لأول مرة وبعد انتشار أخبار عن خيانة قادير دوغلو لزوجته نسليهان أتاغول، ظهر الثنائي معا أثناء لقاء صحفي وأجابا على الأسئلة المطروحة عليهما خلال مقابلة في إحدى الجامعات. ورد الزوجان بلغة قاسية على امرأة طرحت سؤالا على نسليهان، حيث سألتها: ما رأيك بما انتشر خلال الأيام الماضية عن خيانة زوجك لك؟ فانفعلت نسليهان وردت عليها: كيف تسألين هكذا سؤال؟ هل فعلا هذا ما يقلقك ويأخذ عقلك؟ هل فعلا لا تصدقين ما تراه عيناك وأننا بجانب بعضنا البعض وأمامك؟ نسليهان التي وثقت بزوجها ولم تستمع إلى ما كان يدور على السوشيال ميديا سافرت برفقته. قالت أيضا خلال المقابلة: بغض النظر عما يحصل، نجلس أنا وقدير وننظر في عيون بعضنا البعض ونتوافق قبل أن نحكم على بعضنا البعض. لا أستطيع أن أفعل هذا حتى مع أمي، لا أستطيع أن أفعل هذا حتى مع أصدقائي الذين يعرفون عني كل شيء، لكن يمكنني فعل ذلك مع قدير. وبعدها تدخل قدير وقال: أنتم دائما تشاهدون حياة الشخص من الخارج وليس حياة الشخص الخاصة، وسؤالك بهذه الطريقة غير صحيح ويجب أن يكون بهذه الطريقة. بالرغم من الأخبار التي انتشرت عن زوجك، كيف تكملان حياتكما الزوجية من دون أي مشاكل؟ جدير بالذكر أنه وقبل أيام قليلة انتشرت أخبار عن خيانة الممثل قادير دوغلو لزوجته الممثلة الشهيرة في الوطن العربي باسم نيهان، بطلة مسلسل حب أعمى، وذلك بعد تسريب صور له برفقة فتاة أخرى في إحدى السهرات، مما أثار الجدل. وتساءل الجمهور حول رد فعل نسليهان عن تصرف زوجها، وما إذا كانت علاقتهما ستستمر أم ستطلب الطلاق. فيما أكدت مصادر أخرى أن قادير دوغلو متزوج في السر على نسليهان أتاغول. وبالرغم من انتشار هذه الأخبار، ظهر الثنائي سويا في أحد الأماكن العامة، وظهرا وهما يلتقطان صورا وفيديوهات مع المحبين. من جهته رد قادير دوغلو عن خبر خيانته لزوجته وقال: لقد تحدثت إلى 80 شخص في ذلك اليوم باستثناء تلك المرأة. أنا أتحدث مع أي شخص يريد التحدث معي، أستمع إذا كانت لديهم مشكلة وأحاول المساعدة، لا يهم متى أو مكان وجوده. ليس لدي زوجة غير نسليهان. أشكركم على المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله.